عم نشوف العنف اليوم بالشارع، ليل نهار صبح ومساء. الناس اليوم ضايجة يعني على قصة الكهرباء، على قصة الكهرباء، على قصة تسكير المحلات ضايجة، فلا تضوجهم بزيادة. عرفت شو؟ أو بجوز نضوجهم بزيادة. هجومها كان أوفر، يعني هي الحكي اللي حكيته كان أوفر شوي، يعني طلعت مثل ما بيقولوا فتت برات الصحن. بس بدها تتحمل الشارع، لكن ما يؤذي ناسي وأهلي وشارعي سأدافع عنه حتى آخر رمق. بلبل ألف مبروك على مسرح دار الأوبرا الله بعد يبارك فيك. 15 سنة وأكثر. 15 سنة. لا والله ب 2011. لا والله 15 سنة. 15 سنة مزبوط صح. شو الفرق وأنت اليوم بعد التحرير على مسرح دار الأوبرا؟ يعني نوار بلبل على مسرح دار الأوبرا بهيك عرض أكيد لازم يكون نقطة تحول عندك أنت داخليا. عم نحكي هلا ما بدي أقلب تراجيديا، لا أنا بدي الحقيقة منك. ايه بس هي يعني كتير مبسوط. بس حتبكي أنا جنبك. خليني أسألك كم سؤال على السريع. هذا العرض انعرض من سنتين وهلا تم التعديل عليه، وأشرت أنه صار في تسامح أكثر ومحبة أكثر. شو قصدت؟ لمين هي رسالة المحبة والتسامح عم يوجهها نوار بلبل؟ هلا بجوز بلحظة تانية، بحالة تانية ممكن انت تروح باتجاه يعني العرض كمشهدية يروح باتجاه القتل والضرب، والناس بتحب هي الحالة الأكشن تماما بالضبط. اليوم وتروح للأكشن بأقصى القتل والضرب، يعني فهمتني. اليوم إذا فينا نعمل الحالة المغايرة، الحالة المعاكسة، يعني حب والسلام ما بدي حب تسامح. شوف المشهد، يعني هذا المشهد اللي أنا سويته بالأخير هو سابقا كان إنه بيقتله صح. قلت له لأحمد المخرج طبعا، قلت له طب تعال أقول لك بلا ما نقتله شو بيصير إذا ما قتلنا؟ يعني بلا هاي الحالة العنف. عم نشوف العنف اليوم بالشارع، ليل نهار صبح ومساء. الناس اليوم ضايجة يعني على قصة الكهرباء، على قصة الكهرباء، على قصة تسكير المحلات ضايجة، فلا تضوجهم بزيادة. عرفت شو؟ أو بجوز نضوجهم بزيادة. ما أنا بقى محافظة. خلينا نوقف هون نقطة. شو قصة الكهرباء وتسكير محلات؟ شو رأيك فيها؟ والله ما بعرف. أنت شو رأيك؟ يعني بتمنى أشوف المسؤول عن هذا الموضوع اللي قال بالدولة اليوم، ما بعرف مين هو، قال تعالوا نرفع يعني تعالوا نرفع الكهرباء، سعر الكهرباء. جاهز تدفع الفاتورة الجديدة؟ لا مو قضية هيك، لا مو هيك. ما تسألني إلي، روح اسأل أهل جوبر. إيه بس أنت مو من الشعب؟ كلنا من الشعب. إيه أنا بدي الناس. روح اسأل أهل المعظمية، أهل جوبر، أهل دارية، اسأل الشعب السوري بحمص يعني اسأل الشعب السوري قل له جاهز تدفع الفاتورة؟ بعدين بنحكي. شو رأيك كمواطن سوري؟ شو رأيك كمواطن سوري بهدول القرارين، خصوصا موضوع التسكير وموضوع رفع سعر الكهرباء؟ بستحي لك لازم يلتغوا ولا لا؟ بكل تأكيد. حلو، منكمل. كنت عم تحكي عن التسامح والحب، وقت نعمل سيرش على جوجل نوار بلبل الترند بالهجوم والشتائم. لا اعمل لك سيرش لك المباشر. انت مسامح هلا عن كل شيء فات ومضى؟ هلا قدمت انت الرساله بالعرض، انا بدي اشوفك على الصعيد الانساني. لازم يعني اذا يعني اوكي حلو. هلا لازم اذا انا مقدم هاي الرساله لازم ينسجم رايي على الخشبه مع انسانيتك طبعا، الراي الانساني، وبالتالي وصلك الجواب. لكن ما يؤذي ناسي واهلي وشارعي سأدافع عنه حتى آخر رمق. يعني صرنا بنقول سماح لإقصاء بعض أسماء الفنانين من أنها تشارك بدراما، ولازم الكل يشارك ولا لا؟ ما دخلني أنا، شو دخلني؟ ما بدي أشتغل دراما أنا. لك ما بدي أشتغل دراما أنا. ما شاء الله. لا شو ما شاء الله، صفوان نعمة ما قصر. سماح بدي اسمع منك. سماح طبعا سماح للكل طبعا سماح. لا مو للكل. آخر سؤالي، تفضل. شو رأيك بالهجوم الأخير اللي تعرضت له؟ أكيد تحية إلى الفنانة شكران مرتجى، زميلة دائق. يعني أنت مع ولا ضد الهجوم؟ هجومها كان أوفر، يعني هي الحكي اللي حكيته كان أوفر شوي، يعني طلعت مثل ما بيقولوا فتت برات الصحن.
بس بدها تتحمل الشارع، لا تأذي الشارع، تكون جنب الشارع، لا تكون متعالي عليه، نوار اسمع بالموت. الشارع. بتعرف قديش انا بحبك، وما عملنا شيء بهاللقاء ما بعرف. يا شوف المشاهدين، بالتوفيق يا رب. العرض ناطرين الاعمال الجديده،